حلقتنا النهاردة عن الحاجة اللي احنا دايما بنهملها، بنسيبها لغاية ما جسمنا نفسه هو اللي يشتكي منها. مفاصلنا، عظمنا، مين رقبته ما بتوجعوش، ركبته ما بتوجعوش، ظهره مش قادر يفرده. كلنا قاعدين بنهمل في ظهرنا وفي حياتنا الصحية وفي ركبنا. النهاردة معانا دكتور كريم السكري، استشاري جراحة عظام ومفاصل صناعية ومناظير مفاصل. هيا يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ دكتور، عايزين نسأل حضرتك دلوقتي، ناس كتير قوي بتشتكي من فكرة ان الجيل الجديد بقى عنده مشاكل كتير قوي في رقبته وفي ظهره، برغم ان احنا او يعني الاجيال اللي اقدم من كده ما كانتش بتشتكي بالريت ده. هل في حاجات او انسيدنتس جديدة بقت موجودة تسببت ان الشكوى دي زادت قوي الفترة دي؟ هو يعني اللي انا بشوفه في العياده وفي المستشفيات الجديد والقديم، أوكي. يعني هي كل الناس بتشتكي من رقبتها وظهرها، والدنيا بتزداد صعوبه، والشكوى بتبان اكتر علشان الانسجه بتاعت جسمنا اتغيرت، وعلشان عاداتنا اتغيرت، وطرق التشخيص واكتشاف الامراض اتغيرت. اوكي. الاول ما كناش بنقدر نشوف المريض ده عنده غضروف ولا لا، ومش بنقدر نشخص كويس. النهارده في وجود الاشعاعات المتطوره والرنين المغناطيسي والاشعاعات الديناميكيه وكده بقيت اعرف، بنعرف طبعا كل حاجه، بنقدر نشوف كل حاجه قصادنا فبنشوف. الجيل القديم والجيل الجديد اللي مش بيقدر يعمل استثمار في الصحه ومش بياخد باله من جسمه والانسجه بتاعته كويس، طبعا بيبقى عرضه للاصابات الكتير اللي منها انزلاقات غضروفيه وزحزحه فقريه وتقلص عضلات وحاجات كتير بتسبب له الم مزمن في مفاصل والعمود الفقري. طب وهل دخول الموبايل بقى ليه فاكتور او عامل كبير قوي في الموضوع ده؟ هو الموبايل زي كل حاجة في الدنيا، استخدامه البسيط المظبوط هيبقى هايل وبيأد فاليو، بيبقى تكنولوجي وبيسهل لنا كل حاجة في حياتنا. وكل شيء استخدامه زاد عن حده بينقلب ضده طبعا. فالناس اللي هي بتقعد على الموبايل وعاملة كده طبعا رقبتها وظهرها هيبوظ. الناس اللي بتستخدم الموبايل خفيف خلاص. الناس اللي بتعمل تدريبات رياضية وتحافظ على جسمها الدنيا تمام. فكل شيء. طب وهل في رياضات الاهالي دلوقتي بقوا بيبوش قوي ولادهم تويرز ان هم يبقوا الماميز، جروب الماميز الرياضات بعنف شديد جدا، ومن غير حتى ما يبقى فيه متابعه مع دكتور، او ان حتى يبقى فيه دكتور اصلا متابع نوع الرياضه دي. يعني في رياضات كمان اجريسيف شويه وبتعمل اصابات جامده قوي. فالماميز دي هل هم محتاجين ان الطفل بتاعهم يتابع مع دكتور على طول، ولا محتاجين ان احنا ندي توعيه ان لازم يكون في الرياضات دي في دكتور متابع معاهم ريجولر، يتابع ان ما ينفعش نقرص بالشكل ده، ما ينفعش نضغط على الطفل بالطريقه دي؟ هو بوجه عام الرياضة دي حاجة جميلة جدا، ويحسب للماميز أو للأمهات في الجيل بتاعنا والجيل الجديد كمان إن هم مركزين جدا مع الولاد في الرياضة. ده حاجة جميلة. مش لازم كل اللي بيلعبوا رياضة يبقوا أبطال، مش لازم بالزبط. كل اللي بيلعبوا رياضة يحققوا أرقام قياسية في سن مبكر. ممارسة الرياضة واستمراريتها هي البطولة. فالنقطة هي دي بقى اللي فيها مشكلة. الأهل اللي بيعملوا ضغط على أبنائهم إن هم يحققوا أرقام قياسية بالعافية، ويصمموا إن هم يكونوا أبطال في سن مبكرة. ممكن ساعتها يبقى فيه أوفر ترينينج أو يحصل إصابات، ولكن بوجه عام طبعا دي تحسب للجيل ده وللأمهات بالذات إن هم بس نخلي بالنا. طبعا ما كل شيء يا فندم ليه طريقة. فإذا كنا احنا بنعمل عدد ساعات تدريب مظبوط، تغذية علاجية مظبوط، إشراف طبي مظبوط، وتكنيك اللعبة مظبوط، طبعا ده هايل. ده مصر هتبقى حاجة عظيمة جدا. لكن مش راندم وبضغط بنلاقي إصابات. كل حاجة راندم ما تنجحش. لازم كل حاجة بسيستم. طب هل في مهن أو شغلانات معينة بتبوظ أو بتتعب قوي فكرة الظهر أو الرقبة؟ يعني مثلا القعدة على طول على الكمبيوتر، أو الشغلانات اللي على طول ريليتد بالكمبيوتر واللابتوب، دكاترة السنان، هل في مهن معينة فعلا؟ in general أكتر ستريسز بتحصل لأي مفصل في وضعية الفلكشن أو الانحناء أو الثاني، اللي هي كده بتاع فلكشن يعني متني. أوكي. أي مفصل بقى، صابع الإيد، الكوع، الكتف، الركبة، الظهر، أي مفصل اتنيه يتعب بسرعة. أوكي. فاحنا علشان نقدر نحدد أنهي وظيفة بتتعب أكتر هنشوف مين بيقعد إجباري ما بيتحركش من مكانه عدد ساعات أطول، بتوع البنوك بقى ولا اللي بيسوقوا ولا الموظفين، ولا يعني في مهن يا عيني مش بيتحركوا 8 ساعات ولا 6 ساعات على الكرسي. طبعا صعبة قوي.
طب هل بننصحهم ان هو مثلا في النص لازم ياخد بريك، يقف يتحرك يروح يجي يعمل اي حاجة معينة، ولا ده خلاص مش هيفرق يعني؟ مفروض ان في كل مهنة في السلامة المهنية وفي الارشادات والنصايح، الدريس كود اللي بيلبسه والمكان والدايمنشنز بتاعت المكتب والكرسي وارتفاعه وكل الحاجات دي طبعا يعني الكلام ده يعني مش عارف عملي ولا مش عملي، ولكن الحاجات دي بتحسن الوضع. اذا ما كانتش الحاجات دي موجودة يبقى في الواحد نفسه عنده وعي ان هو لازم يبقى مختار المكان المظبوط والمكتب والكرسي وكل حاجة، يخليه هو باله بالزبط. وبعدين بقى ان هو كل شوية يقوم يتحرك وما يقعدش فترة طويلة ويرفع لياقته عشان يقدر يكمل. يعني لازم يبقى البني ادم جنرال لياقته بدنيا نفسها هو الواحد مستحملة. يبقى شايف صحته. خد بالك من نفسك، لو ما حدش خد باله ما حدش هياخد باله منك خالص. فانت لازم انت تاخد بالك من نفسك. بس هو الوعي الصحي انا شايفه بعافية شوية يعني الناس مقصرة حبتين 3 في اهتمامهم بنفسه. طب دكتور، دلوقتي ناس كتير قوي بتتعرض لفكرة ان هي تغير مفصل، زي مفصل تغير مفصل زي مفصل الركبة او كده. ايه العادات او التقاليد او العادات عامة اللي البني ادم بيعملها، زي طلوع السلم الكتير، الستات والهيلز؟ هل الحاجات دي بتأثر على الركبة؟ يعني ركبتنا بتشتكي مننا خلاص. فعايزين نعرف الوزن الزيادة، الستات ولبس الكعب، طلوع السلم، يعني ايه الحاجات اللي ممكن تكون غير الشغل بتتعمل يوميا وهي بتأثر على ركبنا واحنا مش واخدين بالنا؟ هو المفاصل، التكنولوجي اللي بتتغير كل شوية، بقى المفاصل تركيب مفاصل صناعية حاجة عادية دلوقتي. الأكثر شيوعا تركيب مفصل الركبة والفخذ، وحاليا الكتف دخل. فدول بيتعملوا كتير كجراحات. المفصل بنغيره يا إما أسباب مزمنة، زي مفصل حصل فيه تآكل وكفاءته قلت أو انتهت وأصبح عبء على صاحبه، أو مفصل كان سليم ولا قدر الله والحمد لله حصل حادث فالمفصل اتكسر وغير قابل للإصلاح وغير مرجو أمل إن هو لو اتربط بمسامير وشرايح يلتئم. فيبقى احنا عندنا أسباب مزمنة تؤدي إلى أو أسباب طارئة. الأسباب الطارئة ده واحد سليم لسبب ما حصل اللي حصل. وفي أسباب مزمنة. الأسباب المزمنة في حاجات بتبقى خارج عن اليد، يعني في عائلات الجين بتاعها عند سن معين مفصل بيتاكل. وفي أمراض مزمنة زي الروماتويد وزي حاجات تانية المفصل برضو بيتاكل. وفي حاجات احنا لينا دور فيها. يعني الناس اللي وزنها زيادة، الناس اللي وظيفتها غلط، واحد قاعد على الارض، الناس اللي بتقعد على الارض موطيه كتير. الهاي هيلز مش هي الازمه الكبيره الصراحه. وبعدين الستات والهاي هيلز دي حاجه مش هنتكلم يعني مسلمات، احنا مش هندخل في الصراع ده يعني. البسوا زي ما انتوا عايزين لكن لا، الاوفر ويت له طبعا صعب جدا. الواحد يتخن كيلو بيلاقي طبعا يعني عضلات الضعيف. العضلات بتعمل وقاية للخلايا الغضروفية اللي موجودة وبتعيد توزيع الأحمال على المفصل. فالعضلات القوية والجسم النحيف وترتيب الجسم بالمية وحسن استخدام الركبة بيطول عمرها. طب وهل فكرة نقدر نلحق الركبة بالحقن مثلا قبل ما التآكل بيزيد قوي ولا مفيش نلحق دي؟ مفيش حاجة نلحق، ولكن هو الحقن ده أنواع. حقن المفاصل ده بيبقى حل مؤقت temporarily. احنا بنعمل الحقن علشان نحسن الوضع مؤقتا. والحقن 4 حاجات. بنحقن مادة مخدرة زي لوكين أو ماركين، ومعاها كورتيزون اللي هو اللي بعبع للناس مش بتحبه بس ده هايل طبعا، ده جميل. وللحالات المحددة اللي احنا بنستخدمه فيها. أو مادة هايلورونيك أسيد وهي مادة مصنعة شبيهة بالمادة الزلالية اللي في الركبة. أو الحاجات الجديدة بقى زي الصفائح الدموية والبلازما والخلايا الجذعية وما شابه. الحقن ساعات بيبقى كل ده مع بعضه أو نوعين أو 3 مع بعض على حسب سن وحالة واحتياج المريض. وكل ده يا جاب نتيجة يا ما جابش. ولو جاب نتيجة الفترة اللي هيقعدها بتختلف على حسب حالة المفصل نفسها، السن والوزن والصحة العامة والاستخدام. فهي حل كويس بس ما يعتبرش يعني ما يقدرش حل ما دايما لوجه الله. كل شيء له عمر، حتى مفصل بتاع ربنا اللي خلقنا بيه له عمر. والمفصل الصناعي اللي بنركبه له عمر. والعلاج الدوائي له عمر. ممكن حد يستخدم الحقن ويمشي عليه والدنيا تمشي كويس. طبعا ممكن طبعا حلول.
وبعد كده لو ما حصلش ان الدنيا مشيت كويس نقدر ان احنا نغير المفصل ده وما تبقاش نهايه العالم. نركب مفصل، ناخد علاج، نعمل انستراكشنز، يعني دايما في امل ودايما في حلول ودايما بنغير، بس مهم يبقى في وعي وفي فهم وفي تعاون، ما والناس ما الدكتور تبقاش اللي بيعالج خايفه. بس. يعني الناس بتتعامل انا هغير مفصل، انا خلاص بقيت معاق، انا مغير بس مفاصل. الناس ما بقتش كده، الناس بقى عندها الفهم والوعي. الموضوع اتغير طبعا ده لدرجه ان المريض بيجي فاهم في انواع المفاصل، يقول لي يا دكتور هتركب لي اني مفصل؟ طب قول لي بقى المفصل هيبقى اسمنتي ولا غير اسمنتي؟ حجم الراس المفصل هتبقى يعني قد ايه؟ بقوا قاريين وفاهمين. طبعا. والشركه انا عايز المفصل الالماني ولا يعني بقى طبعا الناس بقى عندها ثقافه، واللي عنده مشكله بيعمل سيرش. ودلوقتي طبعا الموبايل والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والشات جي بي تي خلى المعلومه قريبه جدا، يعني المعلومه في جيبي. فمجرد هكتب كلمتين هيديني باك جراوند كبير، اقدر ادسكاس واناقش مع دكتوري كل التفاصيل ويبقى عندي وعي ومعرفه، ودي حاجه كويسه. طبعا هي حاجه كويسه، بس لو استخدمت صح. ان طبعا في ناس بيبقى دكتورها الشات جي بي تي، يعني ما بتاخد رايه في كل حاجه ناخد رايه ونعرف بيدينا باك جراوند مش قرارات، يعني بناخد خلفيه عن الموضوع ولكن ما بنحسمش الامر. طب ناس كتير قوي بعد ما كان وزنها كبير قوي تخس مره واحده، نلاقي على طول الركبه يعني حصلت فيها مشكله جامده واضطر ان هو يخش عمليات ويغير مفصل او وات ايفر يعمل فيها يعني اي تريتمنت. ليه؟ يعني ليه بعد ما الويت حصل لاس جامد قوي كده؟ بس احنا ما نربطش علشان ده ايه الهاجس بتاع ليه الاكيله. يعني المعلومه دي تحس ان هي جايه من عند حد بيحب الاكل. لا، ما نربطش ما بين انقاص الوزن وتعب المفصل. بالعكس احنا نربط ما بين كفاءه المفصل وانقاص الوزن. ولكن في بعض المرضى بيعملوا عمليات جراحيه زي تكميم للمعدة علشان يعملوا إنقاص وزن. تكميم دي عملية من أنجح العمليات اللي في الدنيا. يعني بتنقل حياة مريض من حال لحال، بتنقص حياته. وليها عيوب، من ضمن عيوبها المريض ما بيشربش مية كفاية. المية دي أهم حاجة في كل حاجة. لما نسبة ترطيب الجسم بالمية بتقل كفاءة الغضروف بتقل طبعا، فبيحصل تقشف أو ديجنريشن في الخلايا الغضروفية اللي هي الخشونة. ولا كلمة خشونة دي بقى كلمة مصرية بحتة قوي. لا يوجد ما يسمى بخشونة في بقية الدول. هي التهاب عظمي غضروفي. احنا سميناها خشونة. ده حقيقي. ان هي يعني خيشنا شوية. ماشي. فلما بنعمل عملية التكميم وبنشرب مية قليل، الخلايا الغضروفية حالها بيبقى ضعيف فبتشقق، تبقى ديجنريتد، تقشف، فتسبب ألم. يبقى قلة المية مع الناس اللي عملوا تكميم هم قالوا وزنهم صحيح ولكن غضروفهم دبل. كمان وهو وزنه زيادة 130 و140 وساعات 150. حركته كانت عاملة ازاي؟ تقريبا نل، ما بيتحركش طبعا. هو قاعد وطالب اوردرز بس وماسك ريموت كنترول وخلاص. بالظبط. لما خس بقى اكتف وطلع ونزل وراح وجه كشفت الركبة. لا ويروح يلعب رياضة ويلعب بادل، يا ريت يعني يلعب. فهو لسه لما بيلعب الوجع بيروح. فهو خس كتلة عضلية لأن أغلب الناس ما عندهاش ثقافة الرياضة، وزود الحركة لأن التكتيفة بتاعت الوزن الزيادة قل، وقلل شرب المية فكفاءة الغضروف قلت فركبته وجعته. نقول احنا بقى كل ده نسيبه ونقول ايه ده لما خس ركبته باظت. لا حضرتك، هو لما خس حياته كلها اتحسنت، بس برضه احنا نخس مظبوط ونخلي بالنا بالظبط. طب ناس كتير بتتعرض اكيد لحادث او يتعرض لحاجه معينه ويحصل له كسر في رجله، كسر في ايده. الناس بعد ما بيحصل الكسر يقول لك انا كسرت، خفيت، اتوجعت تاني، او انا لسه موجوع، او لسه في حاجه مش مظبوطه في شكل رجلي او في شكل ايدي. ده بيبقى بسبب خطأ مثلا من المريض نفسه ان هو ما خدش راحه كفايه بعد الكسر، ولا بيبقى حصل ان التلائم نفسه كان غلط، ولا ان ده بس مجرد بيبقى نوع من انواع الهيلينج ستابس، ان بيحصل شويه irregularities بعد كده بتروح او كده. هو في حاجات كده مبهمة ان المريض يقول ايه انا كل سنة في نفس الميعاد احس بالألم في مكان الكسر، زي اللي هو ايه التمثال بتاع انا كنت فاكر ان المعلومة دي عندي انا بس التمثال اللي هو بيجي عليه النور يوم عيد ميلاده يوم ما كان اسمه ايه. مهم يعني هو حقيقي دي مش قادرين نمسكها علميا، اللي هو كل سنة في نفس الوقت بيجي لي في نفس المكان وألم. ايه ده حاجة غريبة قوي. ولكن وجود ألم مكان كسر علامات استفهام. اول حاجه الكسر ما لحمش اصلا، هو فاهم انه لحم، او لا قدر الله في تلوث او بكتيريا.
او مكان الكسر يكون حصل تدخل جراحي، فمكان التثبيت بتاع الكسر عامل احتكاك فمسبب ألم. موضوع الكسور لما بتحصل يا اما الجسم بيحصل له التئام بدون تدخل جراحي، او يحصل التئام بعد تدخل جراحي. الالتئام عموما في الكسور الحد الادنى له 6 أسابيع. اوكي. زي دورة القمر كده، ما ينفعش قمر يبقى هلال ويرجع قمر في 2 ولا 3. لا، لازم ياخد السايكل بتاعته. هو 4 أسابيع. مفيش كسر بيحصل له التئام قبل 6 أسابيع إلا في الأطفال مثلا الصغيرين، أو ممكن يبقى 4 أو 5. في الأدلتس أو الكبار البالغين حد أدنى 6 أسابيع، قد يكون 8. وهو لازم 12. ياخد في الوقت ده توتال ريست. مفيش ريست على حسب. احنا بنوفر أجواء آمنة لطرفي الكسر للالتئام. الالتئام ده مش بإيدنا احنا الدكاترة، من عند ربنا. الخلايا بتنمو وتلتئم. احنا بنخلي وضعية العظمة مثالية وآمنة ثابتة علشان الخلايا تلتئم. لما الكسر يلتئم خلاص الوجع بيروح. ولكن السؤال يعني البين ده معناه ان في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه، محتاجين نفهم هي ايه بالظبط. وطبعا وجع لكل سنه في نفس الميعاد ده دي حاجه نفسيه اكيد. مش ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش اقول كده، بس يعني هو متكرر من ناس كتير. فيعني انا يعني لسه مش قادر. انا كان عندي صباع مكسور هنا، المفصل ده اتكسر وكل في سنه بحس كل سنه بيوجع. بس يعني مش عارفه لا هو كل شويه بيوجع كده بس طبعا عشان الحركه نفسها يعني. ثانك يو يا دكتور جدا، حضرتك نورتنا النهارده، وانا دي من الحلقات اللي انا كنت اكسايتد بيها جدا ومستنياها انا شخصيا يعني. فثانك يو لحضرتك جدا، نورتنا. سعيدة جدا. انا اسعد، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من بره الروشته. اوكي، نشوفكم على خير.